إن أجمل لباس هو لباس التقوى والعافية، ولذلك فإن الله جمل الكثير بهذا اللباس، وتجد قليلا من عباد الله من يحمد الله على هذا اللباس، لباس العافية الذي جعلني وإياكم نجلس في هذا المسجد من مساجده وهذا البيت من بيوته، نحرك أطرافنا، نخفض إلى الأرض ونركع، ونحرك الأطراف ونرى ونسمع. والذي بعث محمدًا بالحق إن هذه النعمة لا تقدر بعد دين الإسلام والهداية له بنعمة. ولذلك قيل لأعمى: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي أن أرى الإبل، لأن الله قال جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وأنا لا أراها. كم مرة رأيت الإبل وحمدت الله؟ كم مرة رأيت السماء وحمدت الله؟ كم مرة رأيت السواد والبياض والحمرة والخضرة وجمال الأرض وما عليها، وبعضنا يعيش منذ أن عاش وهو في ظلام دامس. أسأل الله للمكفوفين جنات النعيم. إنها نعمة يوم أن تدخل إلى الخلاء وتقضي حاجتك وتخرج دون أن يرى أحد عورتك، دون أن تكشف هذه العورة ولا يراها مخلوق، نعمة. وكم في المستشفيات والمصحات من لا يقضي حاجته إلا بإعانة إنسان مثله، يرون العورات وتتكشف عوراتهم وتتقطع نفوسهم حسرة، ولا حول ولا قوة، وأنت بنعمة الله ترفل. الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا. إن العبد المؤمن إذا تذكر هذه النعمة والله لو سجد الدهر كله لا يكافئها. ولذلك العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى إلى ابن أخيه فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمني سؤالا أسأله ربي. علمني يا رسول الله دعاء وسؤال، وخصني به يا رسول الله، هو له وللأمة بعده. قال: اسأل الله العافية. فأتاه بعد أيام وقال: يا رسول الله، علمني سؤالا أسأله. قال: اسأل الله العافية. وفي رواية أعادها ثالثة فقال: يا عباس يا عم رسول الله، اسأل الله العافية. فكل جمال الأرض لو سلبت منك العافية ما رأيته جميلا. أما رأيت الماء النمير الزلال في حلق المريض مر، والطعام الجميل لا يشتهيه، نفسه مكفهرة وضائقة وفي هم وغم. ولذلك أحد الخلفاء قال لأحد الوعاظ: كل من هذه الحلوى فإنها لذيذة. قال: جملتها العافية. هي العافية اللي جعلت الطعام لذيذ، وإلا فوالله لو رفع الله العافية عنا، اللهم إنا نسألك العافية، لما استمتعنا بشيء من هذه الحياة. كم من مريض مل منه فراشه، ومل منه أهله، ومل منه عواده، ويقلب صباح مساء، لا يدري إذا أمسى يصبح أو إذا أصبح لا يمسي، وأنا وأنت نتقلب في مناكبها ونأكل من رزقه سبحانه وتعالى. كم من مريض قال الأطباء عنه: إن العافية قد رحلت عنك، وإن رحيلها لا عودة لها. المشلولين شلل الرباعي، انقطع الحبل الشوكي، وها هي الأيدي قد التفت والساقين قد التفت، وينظر إلى الكون نظرة لا يرقب فيها رجاء للبرء. اللهم عافهم عافية من عندك تغنيهم عن خلقك يا رب العالمين. وأنت في نعمة، وتنظر بعض الناس يزفر ويتألم ويشكو الراتب، يشكو الإيجار، يشكو الأبناء. يا أخي غيرك عقيم، أنت عيالك مكسرين البيت ومتعبينك، أصغرهم يساوي الدنيا كلها. احمد الله على نعمة الذرية. كم من عقيم يقول: اللهم ارزقني ولدا ولو كسر كل جمال عندي، بس إني أضمه إلى صدري ويبقى أثري بعد موتي. وبعضنا
لو ما تزوج مشكلة، ويوم تزوج مشكلة، ويوم رزق الأبناء لج، لا يحمد الله على نعمة قط. احمد الله على سمعك. والله لو كنت الآن معنا في هذه الروضة من رياض الجنة وأنت ما تسمع، والله ما تدري. وتنظر الناس ينظرون إلى الملقي ويكادون يأكلونه بعيونهم، وانت تقول هذا وش يقول، وهؤلاء ماذا يسمعون؟ احمد الله على السمع يا عبد الله. والله لو تألم سنك سن واحد، ما تألمت أسنان لكم، ضرس العقل يخليك بدون عقل، يخليك تزول وتتمنى خلعه، وتقول للطبيب يا أخي شله وشل اللي جنبه واللي فوقه ريحني. ما تحملت ألم سن واحد. سبحان الله، لو دخلت شوكة تحت أظفرك لانقلبت الحياة عليك ظلمة. شوكة يا ابن الحلال، شوكة تحت الأظفر. يا أخي حياتك كلها عافية، لماذا هذا الضيق؟ يقول يا دكتور أو يا فلان أخرجوها وخذوا ما تشاءون. اللهم لك الحمد. طيب 30 سنة وأنت في عافية، 40 سنة وأنت في نعمة العافية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والعافية. فلان مع السيارة وأنا ما معي سيارة. طيب فلان مقطوعة رجليه وانت عندك رجلين، الله يحفظك، ليه ما حمدت الله على الرجلين؟ الله يجزاك خير. ما شفت إلا السيارة، غيره ما لقى سيكل ولا دباب، وأنت بحمد الله تمشي. الآن وأنا ألقي يوجد أناس الآن في المستشفيات التخصصية يأخذون جرعة الكيماوي، وقد سقطت شعورهم بأورام سرطانية وسرطانات دم، وأنت ولله الحمد متربع من العافية وجالس متكئ من العافية. لبست ثوبك، غيرك لا يلبس الثوب حتى يلبسه، يخلعون ثيابه لا يستطيع خلعها. اليوم الآن أنت جالس تشرب الماء وكل طعام وشراب وما تحمل هم هل الكلى تعمل أو لا تعمل. غيرك الآن ماسك سراء في وحدات غسيل الكلى حتى يأتيه دوره يشبك فيه الليات والمحاليل، ويجلس 6 ساعات إلى غيرها يغسل، ثم يخرج يوما مريضا ما يتعافى إلا يوم، ويرجع إلى الآلام من جديد، وأنت في نعمة الله ترفل. والبعض منا ما سجد لله وركع وما حمد الله جل وعلا. ليس بيننا وبين رحيل العافية إلا أن يرفعها الله بأمره سبحانه. ولذلك تسأل العبد: هل أنت وضعك مع الله قوي؟ هل أنت تتعرف على الله في الرخاء ليعرفك في الشدة؟ لا والله. والدليل ما صلى الفجر اليوم، وبكرة بيطمر للدوام مع أول من يمشي. ما شاء الله. اللي أعطاك العافية منه معطيك إياها مديرك في العمل. أنت يوم دخلت العمل أول شرط من شروط من يوظف أن يكون لائقا طبيا، ورحت المستشفى وحللوك وشيعوك وقالوا لائق طبيا. اللي خلاك لائق مو بميراث، إنه الله، وأن تبقى العافية في بدنك دون أن ترحل أمره إلى الله. فما علاقتك مع الله؟ اسأل الله العافية. حبيبنا كان يقول: اغتنم 5 قبل 5، منها صحتك قبل سقمك. صحتك دامك يا عبد الله في عافية، قم الليل. فيه ناس على سررهم في رمضان يسمعون صلاة التراويح العام أو قبل العام، مصلين معنا ما استطاعوا يصلون السنة هذه، كانوا يصومون معنا ما استطاعوا يصومون الآن، الأطباء يمنعونهم. احمد الله على العافية. واليوم ضاعف برامج العمل لدينك، وضاعف برامج التعبد لربك، وضاعف التهليل والتحميد والتكبير. صل على جنائز، قم الليل، استغفر، حرك بدنيك للجمع والجماعات، وامشي إلى المساجد ولو في الظلم، لأن بيجي يوم من تبقى قادر تتحرك. ولربما توقف عداد حياتك أو توقفت عافيتك، ثم بعد ذلك تريد العافية ولا تعود. كم من أمنية رجل على طريق الخرج في مستشفى النقاهة يتمنى أمنية، يقول: أتمنى أنا لي 27 سنة أصلي،
لكني مشلول. أمنيتي أن أضع جبيني على الأرض لأني أغبطكم أيها السجد تسجدون وأنا لا أستطيع السجود. وبعضنا ما حمد الله على ذلك، بعضنا مهموم. وش همك يا أبو فلان؟ وش همك؟ هم دنيا، هم دنيا. توظفوا ما توظفوا، عيالي راتبي ما يكفيني، سيارتي خربانة، صحتي في سكر، فيك سكر وضغط وكوليسترول، وهذا أنت متربع وماكل من النعم لين اطلع ما شاء الله مع أنفك نعم، وتاكل العلاج وماشي. غيرك ما يقدر يأكل إلا عن طريق أنفه، عن طريق الأنف وعن طريق المحاليل. بعضهم يا مسلم يدخلون عليه الآن: أبوي تعرفني؟ ما يعرفه. فيه رجال ونساء لا يعرفون أبناءهم، زال التكليف عنهم، رحلت العافية منهم، جلطات متوالية أزالت العافية. الدورة الدموية عندي وعندك تجري دورة دموية، لو سقطت قطعة من الكوليسترول الضار اللي هو الدهون في الدم ودفعتها الدورة الدموية إلى الرأس، شلل مباشر اللي خلاها تمشي وبنعمة الله تسير، ولزوجة الدم وسيلان دم وفيخ نعمة وعافية، هو لأن الذي أجراها أراد لك العافية وابتلاك بها. ألا وربي إن العافية بلاء. والبعض منا يعتقد أن المرض هو البلاء، والله إن العافية أشد بلاء، لأن البعض منا عند المرض يا رب، لكن عند العافية ينسها الرب. إذن صار بلاءه بالعافية أخطر من بلائه بالمرض. لذلك من تعرف على الله في الرخاء عرفه ربي في الشدة. فحرك هذا البدن الذي حركه ربي يا أخي الحبيب، حركه في طاعة من خلقه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله لله. والبعض منا حياته ركض، شيبت عيونه وراسه ودنياه، يبغى دنيا، ركض دوامين وتعب ورايح ويقاطع هذا ويهجر هذا ويتابع هذا ويلاحق الدنيا. من أصبح وهمه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. يا عبد الله تحريك. والله لو تأثر هذا الأصبع السبابة، شفت السبابة هذه لو تعطلت لتعطلت منافع يدك، ما تقدر تكتب، ما تقدر ترسل، ما تقدر شيء. هذا الأصبع احمد الله. بعضهم كسوره معلق. زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك؟ حتى يسمع الشكر منك والحمد منك، وأن تخرج الشكر عملا، حتى تخرج الشكر عملا. والله جعل من الشاكرين من يعمل اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر على الحقيقة. ولذلك إليك وصفه حتى نرد بعضا مما عندنا من النعم شكرا، وإلا والله لن نكافئ شكر نعمة واحدة. والله يا نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة النطق، نعمة المشي، نعمة الإسلام، نعم لا حد لها، والله ما نستطيع أن نشكرها. لكن فليرك ربي، يراك الله تحرك هذا البدن. بعض كبار السن عمره 90 ولا زال يسجد ولا زال يركع ولا زال في تالي الليل، له دمعات وله أسرار. وبعضنا بقوته يروح للنادي الرياضي، يركب على السير ويحمل الحديد ويركض، ولكنها نعمة ما سخرت في طاعة المنعم سبحانه وتعالى. أول معاشر الأحباب من علاج الغفلة عن نعمة الصحة، أولا حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الأوابين، صلاة الضحى. لماذا الضحى بالذات؟ لأنها سداد فاتورة العافية. حبيبنا يقول يصبح على كل سلامة، كل مفصل تحرك 360 مفصل فيك، كل مفصل تحرك في بدنك يجب أن تسدد فاتورته. كيف أسددها؟ كل تسبيحة صدقة،
كل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة. طيب يا رسول الله، أهناك عمل يجمع هذه الفاتورة وأسددها من جميع؟ ما أحب التقسيط، أحبها كاملة. ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. صلاة الضحى من بعد إشراق الشمس إلى قبيل أذان الظهر، هذا الوقت، وأفضلها عند ما ترمض الفصال 9:30 الفصال الصغير من الدواب يطلع برا إلين تحتر الشمس بالأرض، فإذا جلس ورأى الشمس قد ارتفعت حرارة الأرض بسببها، الفصال تقوم الصغيرة ذي، الفصال من الإبل والخيل والغنم والبقر، وروح تدخل في الظل. هذا الوقت من 10 صباحا 9:30 صباحا، هذا هو أفضل أوقاتها. حافظ عليها عسى أن تسد فواتير العافية. الثاني، قم بزيارة المرضى، زرهم ولو لم تعرفهم. ترى بعضنا ما يزور المرضى إلا ولد عمه وعمه يا أخي، وبعضنا حتى في النية يشرك، يروح عشان قال إنه جاء، وإذا قالوا والله الرجال مغمى عليه، قال بلغوه إذا استيقظ ولو بعد سنة تراني جيته يوم الخميس. الله يمسيك بالخير. هذه عبادة لا يجوز الشرك فيها. مثل بعضنا يصلي على موتى ويروح يدور ولد الميت لين يشوفه، إذا شافه اطمأن، الحمد لله قمت بالواجب مع الميت وأولياء الميت، لكنك في السماء لا حسنة لك كنت تريدها منهم، أن يذكروك ويثنوا عليك. أعود فأقول: زيارة المرضى، وزوروا من يئس الطب من علاجهم، زوروا ما أمراض السرطانات والأورام والمقعدين من الحوادث. قم بزيارة المستشفى التي هي بجوارنا الآن، زرها، المستشفى التي يسمونهم الإقامة الطويلة، زرهم حتى تعرف نعمة الله عليك. ومن علاجات الغفلة أن تصبر المرضى وأن تدعو لهم، فإن هذا رسالة منك لنفسك. إذا رأيت تلومت عليه نفسه، وإذا رأيت إنسان يقول والله الشوف قل والأسنان طاحت والحمد لله، يقول الحمد لله من لسانه، قل احمد ربك. فيه من لا يرى، وفيه من لا يمشي، وفيه من لا يسمع. ولذلك من حمد الله على العافية أن تحمد الله على الموجود دون أن تنظر للمفقود. كل واحد منا يمكن قد لزمه مرض، ولكن لا تتشكى، فصبر جميل، الصبر الجميل ما في شكاوي ولا تقول للخلق، ولكن احمد الله وأكثر الحمد. أيضا يا عبد الله، من علاجات استغلال النعم وعلاج الغفلة منه، بادر من اليوم برسم برنامج للطاعة. قم الليل، صل الفجر جماعة، صل الضحى، بادر بالسنن الرواتب، امش على أقدامك إلى الجمع وإلى الجماعات، وسر في أبواب الخير، وخذ عمره وحج البيت الحرام. لا تترك بابا من الأجر إلا تذهب إليه، لأن بيجي يوم من الأيام وسترى الناس يذهبون ويعودون وأنت إنما تراقبهم بعينيك. ألبسكم الله العافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا، واغفر لموتانا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، والحمد لله رب العالمين.